الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. ازيكم شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة ودايما موفقين ودايما ان شاء الله في درجات التمني ودرجات التوفيق اللي تسعدك وتسعد قلبك. محاضرة جديدة، يعني متعة أكتر، يعني متعة أفضل، يعني بإذن الرحمن تحفيز أكتر. اللي احنا العجلة ماشية ومستمرة، فبتحقق معانا آية كريمة من القرآن الكريم بتقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى. محاضرة سعيدة عليكم يا شباب. إن شاء الله النهاردة هنبدأ في جزء بسيط خالص، الحركة في الإنسان. كمان تصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيبك مع فصل صغير خالص ونرجع تاني. في الفصل ده كوباية شاي وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. ازيك شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة ودايما موفقين ودايما ان شاء الله في درجات التمني اللي تسعدك وتسعد قلبك. ان شاء الله نبدأ النهاردة في جزء بسيط خالص، ألا وهو الحركة في الإنسان. تمام، احنا اخدنا الدور اللي فات مقدمة الحركة، واخدنا فيه اكتر من نوع في الحركة، في دائبة وفي موضوعية وفي كلية. يعني ايه كلية يا مستر؟ يعني احنا بننقل الكائن الحي من مكان لمكان، بحثا وراء الجنس الاخر، بحثا عن الغذاء، او مثلا اللي هو فيه خطر في البيئة بتاعته عاوز يتنقل لمكان تاني. تمام، احنا النهارده جايين نتكلم عن ازاي الانسان هيعمل حركة، وانهي العضلات يا مستر اللي هي هتعمل لي حركة في الجسم. طيب احنا اخدنا كده شوية عضلات في سنة اولى ثانوي، وقلنا اللي في عضلات مخططة وفي عضلات ارادية وفي عضلات لا ارادية. كل ده باذن الرحمن هنبدأ هنفهمه ازاي ده كان بيتم، وايه هي العضلات اللي هتعمل لي انقباض وانبساط، وهي ايه العضلات اللي هتفضل دايما في حالة انقباض وانبساط لحالة كده ما بنقدرش ان احنا نتحكم فيها. كل ده هنبدأ نشرحه حالا يا شباب. سمي الله، صلى على رسول الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اولا يا شباب، الحركة في الانسان لازم، عشان خاطر اللي نعمل حركة في الإنسان لازم اللي احنا نعمل عملية اشتراك ما بين أكتر من جهاز، 3 أجهزة. الجهاز الأول الجهاز العصبي، يجي يخبط على الجهاز العضلي. ومعنى كلمة الجهاز العصبي يعني الأعصاب اللي موجودة في الجسم. معنى كلمة الجهاز العضلي يعني العضلات اللي موجودة في الجسم. ومعنى الجهاز الثالث الجهاز الهيكلي، طبعا شوية العظام اللي احنا اخدناهم في الدعام. يبقى كده اخدنا 3 اجهزة. اول حاجة الجهاز العصبي، وتاني حاجة الجهاز العضلي، وتالت حاجة الجهاز الهيكلي. الجهاز العصبي بقى يا شباب هيبدأ اللي هو يبعت لي اشارات للجهاز العضلي، فيقوم رايح العضلي ردد عليه ويقول له انا خلاص انا هعمل حركة، انا خلاص انا هتحرك. فيقوم رايح واخد شوية العظام وعمل بيهم ايه؟ وعمل بيهم حركة. يبقى بكل بساطة انهي المدير بتاعهم، مين المدير في الاجهزة ديتي؟ هو الجهاز العصبي. طيب الجهاز العصبي اللي هو يا شباب هيبدأ اللي هو ايه؟ يبعت لي تاني، يبعت اشارات للجهاز العضلي، فالعضلي يقوم رايح محرك لي الجهاز الهيكلي اللي هو كان بيحتوي على العظام. اما بكل بساطة الجهاز العضلي فهو اللي بيحتوي على عضلات الجسم. اما الجهاز العصبي اللي هي بكل بساطة اللي هيجي لي منه الاعصاب على صورة سيالات عصبية. تعالوا نشوف الكلام ده يا شباب. قال لك والله عشان تتم الحركة في الانسان لازم بتتم بالتعاون والتناسق ما بين 3 أجهزة. تمام، اللي هي ايه يا مستر؟ اللي هو الجهاز العصبي، واللي هو الجهاز العضلي، واللي هو الجهاز الهيكلي. اول حاجة في الجهاز العصبي هو اللي هيبعت لي اشارات للجهاز العضلي، وبعد كده يقوم راح محركين لي ايه؟ يحركين لي شوية العظام اللي عندي اللي هو الجهاز الهيكلي. تمام، طيب يعني ايه الجهاز العصبي يا مستر؟ يعني بكل بساطة هيبعت لي الاعصاب للجهاز العضلي دوتي على شكل سيالات عصبية. تمام، بيتم بقى الاستجابة بتاعته في صورة انقباض وانبساط للعضل. يعني العضلة دي هي اللي هتعمل لي فكرة الانقباض وفكرة الانبساط. يعني معنى ايه؟ يعني معنى دهوت المدير عندي الجهاز العصبي يروح يديلي سيالات عصبية لمين؟ للجهاز العضلي. الجهاز العضلي يقول له انا رد عليك اللي انا هعمل عملية انقباض وعملية ايه يا شباب؟ وعملية انبساط للعضلات. طيب هو دوت اللي احنا هنفهمه النهارده، اللي ازاي بعمل عمليه انقباض وازاي بعمل عمليه انبساط. تمام، طيب بعد كده يا شباب يعني ايه جهاز عضلي؟ يعني بكل بساطه بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على عضلات. طيب
لما بيحتوي على العضلات ديتي، هل فيها اكتر من نوع يا مستر؟ ايوه فيها اكتر من نوع. في عضلات اراديه ممكن اللي انا بعمل عمليه انقباض وانبساط براحتي، انا اللي بتحرك فيها، زي مثلا العضله بتاعت الايد، انا اللي بعمل فيها عمليه انقباض كده وعمليه انبساط، انا اللي بدي العضله الامر بالانقباض وانا اللي بديها الامر بالانبساط، فبيتحكم الانسان فيه. طيب في عضلات لا اراديه ما بنتحكمش فيها، ما لناش تدخل فيه، زي ايه يا مستر؟ زي العضلات الملساء وزي العضلات القلبيه. العضلات القلبيه ديت يا شباب اللي هي عضله القلب، اللي هو القلب. هل انت بتقدر توقف القلب بتاعك؟ لا، القلب لو وقف تموت. فبكل بساطه العضلات ديت لا اراديه ما بقدرش اللي اتحكم فيها، هي والعضلات الملساء. طيب بكل بساطه يا شباب انا عاوز افرق ما بين العضلات بتاعه الجسم اللي الانسان بيبدا اللي قادر يتحرك فيها، تمام، اللي هي العضلات الاراديه، وعاوز اتفرق ما بين كمان العضلات الملساء، وعاوز افرق ما بين العضلات القلبيه. حته كده من سنه اولى ثانوي. العضلات الجسم الاراديه ديت يا شباب فكنا بنقول عليها مخططه، يعني بكل بساطه بتحتوي على خيوط، سلسله من الخيوط، وهنعرف الخيوط ديت ان شاء الله اللي هو الاكتين والميوسين كمان شويه. تمام. طيب واخدنا الملساء يا مستر اللي هي لا اراديه، بس خلي بالك لا اراديه غير مخططه، يعني ما بتحتويش على خيوط. تمام. طيب اخدنا القلبيه بقى يا شباب، وقلنا ان القلبيه ديت لا اراديه بس بكل بساطه مخططه. يبقى بكل بساطه عندي 3 انواع من العضلات. عندي عضلات الجسم، معظم عضلات الجسم اللي هي الاراديه اللي احنا بنعمل لها عمليه انقباض وانبساط، قادرين اللي احنا نعمل عمليه انقباض للعضله دي وقادرين نعمل لها عمليه انبساط، بنتحكم فيه، وديت بكل بساطه مخططه، وسميتها مخططه عشان هي بتحتوي على خيوط. زي ايه يا مستر؟ زي خيوط الاكتين والميوسين، وديت احنا نعرف انهي بقى الخيوط الرفيعه وانهي الخيوط السميكه كمان شويه. تمام. اما عند العضلات الملساء والعضلات القلبيه لا اراديه، بس الملساء يا مستر غير مخططه، يعني لا تحتوي على ايه؟ على خيوط. تمام. اما القلبيه يا مستر فهي لا اراديه بس مخططه لانها بتحتوي على خيوط. تمام. طيب بعد كده يا شباب قلنا الجهاز الثالث معانا هو الجهاز الهيكلي. الجهاز الهيكلي دوت اللي هو ايه يا مستر؟ اللي هو شويه العظام اللي هم ايه يا مستر؟ اللي احنا قسمناهم لهيكل عظمي، وقسمناهم كمان وقسمناهم كمان لغضاريف واربطه ومفاصل، ازاي اللي احنا نكون العظم ده. فانا بقول لك اللي الجهاز الهيكلي دوتي اتصال مناسب للعضلات، وكمان قلنا اللي هو بيعمل لي عمليه دعم للاطراف المتحركه، وكمان بيقول المفاصل بتعمل لي ايه؟ بتلعب لي دور في حركه اجزاء الجسم. تمام. تاني انا عندي كام جهاز يا مستر؟ عندي 3: جهاز عصبي، جهاز عضلي، جهاز هيكلي. عشان اعمل عمليه حركه انا بعمل تناسق ما بين ال3 دول. الجهاز العصبي يوديه سيات عصبيه للجهاز العضلي، العضلي يرد عليه يقول لي انا عامل عمليه انقباض وانبساط للعضلات، فالانقباض والانبساط بتاع العضلات يقوم راح محركين لمين؟ الجهاز الهيكلي. طيب زي ما احنا شايفين في الصوره دي يا شباب، عندي الجهاز العصبي بكل بساطه اللي هي الدماغ والحبل الشوكي عمل لي سيال عصبي للخليه، في خليه عصبيه متحركه، فبدا ينقل لي الاعصاب دي كلها بكل بساطه للعضله. فالعضله دهيتي بدات اللي هي تعمل لي عمليه انقباض وانبساط، فبدات اللي هي تنشا لي منها حركه. تمام. طيب بعد كده يا شباب عندي بكل بساطه عندي الجهاز العضلي. يعني ايه بقى يا مستر جهاز عضلي؟ ويعني ايه يعني ايه كلمه عضله دي؟ وانا عاوز اعرف مفهوم العضله هي ايه، وعاوز اعرف تركيب العضله بتتركب من ايه. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب قال لي والله الجهاز العضلي دهوتي ليه وحده تركيبيه. يعني ايه وحده تركيبيه يا مستر؟ يعني التركيب بتاعه، التركيب ده بيتركب لي من ايه؟ قال لي والله بيتركب لي من العضلات. طيب يا مستر هو الجهاز العضلي ده ليه وحدة وظيفية؟ هقول لك الوحدة الوظيفية بتاعته بنسميها الوحدات الحركية. والوحدات الحركية دهيت يا شباب يعني الانقباض بتاع العضلة ما هو إلا محصلة الوحدة الحركية دي ما هي إلا محصلة الانقباضات، عشان خاطر بكل بساطة تعمل لي انقباض للعضلة.
تمام. طيب بيقول لي بكل بساطه الجهاز العضلي مجموع العضلات بتاع الجسم. العضله الوحده التركيبيه. طب الوحده الوظيفيه يا مستر؟ لا، الوحده الوظيفيه يبقى الوحده الحركيه على طول. خليك معايا. وحده وظيفيه وقال لك في الامتحان الوحده الوظيفيه للجهاز العضلي، قول له على طول الوحده الحركيه. طب قال لي يا شباب الوحده التركيبيه للجهاز العضلي، قول له على طول العضلات. طيب الجهاز العضلي بيتركب من شويه لحم يا مستر. اللحم الاحمر اللي هي بكل بساطه اللي هي العضله. انت لما تشوف العضله في اكتر من صوره فبتلاقي لونها احمر اهو. بكل بساطة شوية لحم، اللحم دومت لونهم ايه يا مستر؟ بيميل لونه للون الاحمر. طيب بكل بساطة يا مستر العضلات ديت مالها؟ هقول لك والله انا بسمي الجهاز العضلي بالاسم ده لان الوحدة التركيبية بتاعته بتتكون من عضلات، اما الوحدة الوظيفية بتاعته هي الوحدة الحركية، وديت اللي ان شاء الله هنعرفها بالتفصيل في الفيديو اللي جاي، في المحاضرة اللي جاي. تمام. قال لي والله العضلات ديت انا عاوز اتعرف عليها بقى. بعد ما اتعرفنا على الجهاز العضلي وقلنا الجهاز العضلي بيتركب من ايه؟ من وحدات تركيبيه بنسميها العضلات، بيتركب من وحدات وظيفيه بنسميها الوحدات الحركيه. الجهاز العضلي ده بيحتوي على مجموعه من ايه؟ من عضلات الجسم. طيب يا مستر العضلات دي مالها؟ قال لي والله انا عاوز اعرفها من خلال العدد والخصائص بتاعتها والوظائف بتاعتها. تمام. اول حاجه العدد بتاعها يا شباب كبير جدا، 620. 620 كام يا مستر؟ 620 عضله في جسمك فيما فوق. تمام. طيب كم عظمه في جسمي؟ كم عظمه في جسم الانسان المتحرك؟ 206. طب الطفل اللي لسه ما مشاش كام؟ 273 فيما فوق او 272 فيما فوق. دوت الطفل اللي لسه ما اتحركش. امال الانسان البالغ اللي بدا اللي هو يتحرك او الطفل اللي بدا يتحرك 206. ده العظام. طيب العضلات يا مستر؟ العضلات 620. طيب خصائص العضلات ديت يا شباب عشان تقدر اللي انت تتحكم في الانقباض والانبساط بتاعتها لازم تكون اراديه وهتكون مخططة الشكل، فسميتها خيطية ولها قدرة على الانقباض ولها قدرة على الانبساط. أنا هنا بتكلم عن مين؟ أنا هنا بتكلم عن العضلات اللي أنا هقدر أتحكم فيها اللي هي الإرادية. تمام. وهتكلم برضو عن اللي هي خيطية الشكل بس لا إرادية اللي هي القلبية. أمال بكل بساطة إحنا هنعرف الكسور اللي ما قدرش اللي العالم يفسرها لي في نهاية المحاضرة الثانية بإذن الرحمن، اللي ما قدرش اللي هو يفسرها لي اللي بكل بساطه اللي هي ايه؟ اللي هي الملساء. تمام. طيب بعد كده يا شباب قال لي والله الوظائف بتاعت العضلات دهيتي بتشمل لي تغيير وضع عضو معين بالنسبه لبقيه الجسم، او بننقل جسم من مكان لمكان. ما هو انا مثلا لما اجيب سيال عصبي يا شباب للدراع ده وبقول له السيال العصبي قال للعضله اتحركي فتعمل لي انقباض وانبساط، فتبدا تخلي الدراع يعمل لي عمليه انقباض ويعمل لي عمليه انبساط. تمام. يبقى انا بحرك عضو معين بالنسبه للجسم كله، او ممكن احرك يا شباب الجسم كله من مكان لمكان بفعل ايه يا شباب؟ بفعل العضلات. بتحافظ لي كمان على وضع الجسم، بتدي لي الشكل بتاعه المميز في الجلوس والوقوف والقعاد والمشي والكلام ده كله. طيب ودوت بفضل ايه يا شباب؟ انا هنا جلوس ووقوف بفضل عضلات الرقبه والجذع والاطراف السفليه ديت ليه يا شباب؟ لان العضلات ديت عضلات اراديه قادر ان انا اتحكم فيها في الانقباض والانبساط. طيب بتعمل لي برضو استمرار لحركه الدم داخل الاوعيه الدمويه، واحنا قلنا حركه الدم داخل الاوعيه الدمويه هي حركه موضعيه. يعني ايه يا مستر موضعيه؟ يعني الاوعيه الدمويه ديت جزء بسيط خالص من جسمنا، فبقول عليها حركه موضعيه يعني جزء من جسمنا. طيب بعد كده بتحافظ لي على ضغط الدم طبعا عن طريق الانقباض العضلات الملساء اللا اراديه في جدران الاوعيه الدمويه. تمام كده يا شباب؟ تمام. احنا كده عرفنا الجهاز العضلي، عرفنا الوحده التركيبيه بتاعته اسمها العضلات، عرفنا كمان الوحده الوظيفيه اسمها الوحدات الحركيه، عرفنا كمان الجهاز العضلي هو عباره عن عضلات الجسم، عرفنا كمان العضلات دهيتي 620 عضله في جسمنا فيما فوق، عرفنا كمان اللي هي خيطيه الشكل ديت الاراديه والقلبيه، وعرفنا كمان اللي لها قدره على الانقباض والانبساط. دمت برضو القلبيه لها قدره على الانقباض والانبساط بس لا اراديه. امال
الاراديه يا مستر لها قدره على الانقباض والانبساط بس احنا اللي بنتحكم فيها. بعد كده عرفنا الوظائف بتاعه العضلات، قلنا طبعا الحركه، وقلنا انتقال الجسم من مكان لمكان، وقلنا الحركه بالنسبه وضع معين بس لجزء في جسمنا بنقدر ان احنا نحركه، وقلنا بننتقل من جسم يعني بننقل الجسم من مكان لاخر، وقلنا كمان المحافظه على وضع الجسم في الجلوس والوقوف، ودوت بفعل ايه يا شباب؟ بفعل العضلات الاراديه اللي هي الركبه او الجذع او الاطراف السفليه. بعد كده قلنا اللي هي بتستمر في استمرار حركه الدم، دي من الاهميه بتاعتها ومن الوظيفه بتاعتها اللي هي بتعمل لي عمليه استمرار لحركه الدم داخل الاوعيه الدمويه. تمام. وقلنا برضو اللي هي بتحافظ على ضغط الدم لان بتعمل لي عمليه انقباض وانبساط في العضلات الملساء اللا اراديه في الاوعيه الدمويه. يعني ايه كلمه اوعيه دمويه يا مستر؟ يعني شريان، يعني بكل بساطه شرايين، او بكل بساطه اورده، او بكل بساطه قول معايا صفائح دمويه. يبقى بكل بساطه الاوعيه الدمويه دياتي اخدناها في سنه ثانيه في النقل، الشرايين والاوعيه والاورده الدمويه في عضلات ملساء، يعني بكل بساطه انت ما بتتدخلش فيها لا اراديه، قادره اللي هي تعمل عمليه الانقباض وعمليه الانبساط. تمام. بعد كده يا شباب اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بعد كده احنا عاوزين نعرف ازاي احنا بنركب العضله دي. قال لك والله انا عشان ادرس الدرس ده فانا همثله في العضله اللي انا قادر بعمل فيها عمليه انقباض وعمليه انبساط، اللي هي يا مستر العضلات الاراديه. انا هنا بقى عاوز افسر العضله الهيكليه. طيب يا مستر هو في فرق ما بينها هي والعضله القلبيه؟ هقول لك لان العضله القلبيه لا اراديه، انت ما بتتدخلش فيها، زي مثلا العضلات الملساء لا اراديه، انت ما بتتدخلش فيها، هي بتعمل عمليه انقباض وانبساط لنفسها. ما هي العضله الهيكليه بدانا اللي احنا نفسرها لان احنا بنقدر نعمل لها عمليه انقباض وعمليه انبساط. تمام. طيب قال لي والله انا هجيب العضله الهيكليه ديتي الاقيها بتتكون لي من حزم، الحزم دي بتتكون لي من الياف، والالياف دي بتتكون لي من لوليفات، واللوليفات ديتي بتتكون لي من قطع عضليه. تمام. يبقى تاني العضله الهيكليه هتتكون لي من ايه يا مستر؟ من حزم عضليه، والحزم العضليه دي هتتكون لي من ايه؟ هتتكون لي من الياف عضليه. طب الالياف دي هتتكون لي من ايه؟ من لوليفات عضليه. طب اللوليفات العضليه دي هتتكون من ايه؟ هتتكون من حاجه بسيطه خالص اسمها القطع العضليه. يبقى اصغر وحده بناء، سؤال مهم جدا 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 جدا، اصغر وحده بناء للجهاز الهيكلي، للجهاز العضلي. طيب اصغر وحده بناء للجهاز العضلي بكل بساطه هتقوم رايح قايل له ايه يا شباب؟ القطعه ايه؟ القطعه العضليه. يعني بكل بساطه بيقول لي اصغر حاجه هيتكون منها الجهاز العضلي، تقوم راح قايل له ايه؟ القطعه العضليه. تمام. طيب بعد كده يا شباب، بعد كده هنعرف ازاي اللي العضله الهيكليه دي بتتركب. طيب قال لي والله اول حاجه في العضله بتتكون من حزم، والحزم دي بتتكون لي من الياف، والالياف دهيت بتتكون لي من لوليفات، واخر حاجه بكل بساطه بتحتوي لي على القطعه العضليه. طيب القطعه العضليه ديت هتحتوي على ايه؟ قال لي والله بكل بساطه بتحتوي على منطقه مضيئه وبرمز لها بالاي، وبتحتوي على منطقه داكنه وبرمز لها بالايه، وبتحتوي على منطقه مضيئه برضو تانية بنرمز لها بالاي، وبتحتوي على منطقه شبه مضيئه بنرمز لها بالاتش، وبتحتوي على خطين داكنين بنسميهم بالزد. طيب احنا عاوزين بقى نعرف كل منطقه لوحدها وكل منطقه بتعمل لي ايه. قال لي والله بكل بساطه العضله الهيكليه هتتركب، تعال نشوف ايه اللي جواها. قال لي والله العضله الهيكليه دهيتي هتتركب لي من عدد كبير جدا من الخلايا العضليه. كلمه خليه يا مستر؟ ايوه بس ستوب، انا قلت كلمه خليه يبقى ستوب لحد هنا بقى، اعرف الخليه بتاعتها بتتركب من ايه لان دي مهمه جدا جدا جدا. قال لي والله الخلايا العضليه انا اسميها برضو باسم الياف، يبقى لا اما اقول الياف عضليه لا اما اقول الخلايا العضليه. تمام. طيب بكل بساطه وبكل تركيز العضله الهيكليه دي اصغر حاجه هتكونها هي ايه؟ القطعه العضليه اللي فيها المنطقه المضيئه والمنطقه الشبه المضيئه والكلام ده كله والداكنه والكلام ده كله، ديت القطعه العضليه. انا دلوقتي عاوز اعرف بقى تركيب العضله الهيكليه.
التركيب بتاع الخليه بتاعتها من ايه؟ قال لي والله الخليه ديت ممكن اقول عليها الياف عضليه، والالياف ديت بتحتوي على خيوط. انا بتكلم عن ايه؟ عن عضله قادر ان انا اعمل لها حركه انقباض وانبساط، يعني بكل بساطه اراديه. يعني قلت لك الاراديه ديت مالها مخططه. يعني ايه مخططه يا مستر؟ يعني بتحتوي على خيوط. برافو. طيب بتحتوي على خيوط رفيعه متماسكه مع بعضها. قال لي والله الالياف ديت هتحتوي، محطوطه لي في مجموعه اسمها الحزم، وبكل بساطة كل حزمة بتحيط بغشاء اسمه غشاء الحزمة. يبقى بكل بساطة الحزمة العضلية فيها غشاء بسميه ايه؟ غشاء الحزمة. طيب تركيب الخلية العضلية او قلنا عليها الالياف العضلية. طيب قلت لك الخلية العضلية بنسميها بالالياف العضلية. يعني اما اقول لك كلمة خلية عضلية يبقى ليف عضلي. طيب الليف العضلي دوت قال له والله بيحتوي على البورتوبلازم. يعني ايه البورتوبلازم يا مستر؟ يعني السيتوبلازم زائد النواة، وفيها عدد كبير جدا من الأنوية. تمام. طيب قال لي والله بتحتوي على الساركوبلازم اللي هو السيتوبلازم. قال لي كمان فيها عدد كبير من الأنوية زي ما أنا قلت. قال لي كمان فيها غشاء بلازمي او غشاء خلوي وسميناه الساركوبلازم. يبقى انا كده اخدت ايه يا شباب؟ اخدت الغشاء الخلوي اللي بيحوط بيه الساركوبلازم اللي هو السيتوبلازم، قلنا فيه غشاء بيلف حواليه بكل بساطه. في غشاء بيلف حواليه اسمه الغشاء الخلوي. بيلف حوالين ايه يا مستر؟ بيلف حوالين السيتوبلازم. طيب الغشاء الخلوي دوت اسمه الساركوليما. طب السيتوبلازم اسمه الساركوبلازم. يبقى بكل بساطه السيتوبلازم اسمه الساركوبلازم. طيب الساركوليما هو الغشاء الخلوي. تمام. الساركوليما هو الغشاء الخلوي. طيب وبعد كده قلنا للليفه العضلية أو الخلية العضلية بيوجد فيها لليفات عضلية، والليفات العضلية ديتي عددها من 1000 ل 2000 لليفة عضلية مترتبة طوليا وموازين للمحور الطولي للعضلة. يبقى تاني يا شباب، تاني تركيب الخلية العضلية أو الليف العضلي. الليف العضلي ده هيحتوي على إيه؟ هيحتوي على أقل منه اللي هو الليفات ديتي فيها كام؟ من 1000 ل 2000. طيب وبيحتوي على إيه مستر؟ بيحتوي على بورتوبلازم، يعني سيتوبلازم ونواة، فعدد كبير جدا من الانويه. والسيتوبلازم سميته بالساركوبلازم. طيب الساركوبلازم ده والسيتوبلازم في حواليه غشاء خلوي. الغشاء الخلوي ده هوتي بسميه الساركوليم. تمام كده؟ تمام. بس كده هي ديت تركيب الخليه العضليه. طيب بعد كده بنتكلم عن تكوين بقى الحاجه اللي بتكون لي الليف العضلي اللي هي الليفات العضليه. قال لي والله الليفات العضليه ديتي بتتكون من منطقه مضيئه، وبيحتوي كمان على منطقة داكنة، وبيحتوي كمان على منطقة شبه مضيئة، وبيحتوي كمان على الخط اللي هو ضد الخط الداكن، وبيحتوي كمان على القطع العضلية اللي هي بكل بساطة هنشوفها اللي هي متواجدة بين خطين متتاليين من الزد. طيب بعد كده يا شباب نستفهم بقى اللي ازاي بنعمل عملية الانقباض وعملية الانبساط. تعالوا بقى نتعرف على المناطق من الاول تاني. المنطقة المضيئة اللي هي بتكون فيها اللي بتتكون فيها الليفات العضلية بتتكون فيها من خيوط رفيعة بسميها الاكتين. ركز معايا، المنطقة اللي هي المضيئة ديت فيها خيوط الاكتين. تمام. طيب وقال لي المنطقة الداكنة اللي هي الايه هتحتوي على بكل بساطة هتحتوي على الخيوط الرفيعة اللي هي الاكتين، وهتحتوي على ميوسين. الميوسين ده سميك، يعني بتحتوي على حاجة رفيعة وحاجة سميكة، يبقى ديت المنطقة ايه. تمام. طب المنطقة الشبه المضيئة يا مستر اللي هي الاتش. قال لي والله الاتش ديتي هي اللي هتقسم لي خيوط الميوسين. تمام. انا هوريك شكلها تاني دلوقتي. والخط الزد دوت يا مستر خط داكن بيتوسط المنطقة المضيئة اللي هي الاي. تمام. والقطعة العضلية اللي انا بسميها الساركومير ديت يا شباب هي المنطقة اللي موجودة ما بين ايه ما بين كل خطين من الزد المتتاليين. يبقى تاني كده يا شباب، تاني تعالوا نجيبها. ادي عندي كده بكل بساطة هنا القطعة العضلية، قلت لك من شوية ديت القطعة العضلية. طيب وعند خط زد الداكنين مالهم يا مستر؟ متوسط المنطقة المضيئة. طيب المنطقة المضيئة ديت بتحتوي على خيوط ايه؟ بتحتوي على خيوط الاكتين الرفيعة. طيب المنطقة الداكنة اللي هي الايه مالها يا مستر؟ فيها ميوسين اللي هو السميك،
وفيها الاكتين اللي هو الرفيع. طيب المنطقه الشبه بالمضيئه اللي هي تقسم لي خيوط الميوسين، اللي هي تقسم لي المنطقه الداكنه بس موجود فيها بس خيوط ميوسين سميكه. طيب خيوط الاكتين رفيعه، خيوط الميوسين سميكه. طيب الخيوط الاكتين والميوسين موجودين فين يا مستر؟ في المنطقه المضيئه. طب القطعه العضليه فين يا مستر؟ ما بين كل خطين زد متتاليين. طيب يا مستر المنطقه المضيئه اللي هي الاي موجود فيها خيوط ايه يا مستر؟ موجود فيها خيوط الاكتين الرفيع. تمام. بيقول لي ملحوظه مهمه جدا جدا جدا، العضلات الهيكليه والقلبيه بنسميها بالعضلات المخططه عشان لذلك لوجود المناطق الداكنه والمضيئه في العضلات الهيكليه والقلبيه والاحتواء على الخيوط طبعا اللي هي الاكتين والميوسين. بينما الملساء غير مخططه عشان ما ولا فيها خيوط، عشان ما فيهاش مناطق ولا مضيئه ولا داكنه. تمام. بعد كده يا شباب بنشرح اللي ازاي بيتم عملية انقباض وانبساط للعضلة. ازاي بقى يا شباب احنا هنعمل عملية انقباض وانبساط للعضلات الهيكلة دي؟ قال لي والله حركة الجسم هي مسؤولة عن ايه؟ هي مسؤولة، ووظيفة العضلات مسؤولة عن الانقباض والانبساط. يعني ايه مثلا؟ انا ماشي تمام، انا ماشي كده، هو انا ماشي كده وخلاص؟ لا، ده انا ماشي بفعل الانقباض والانبساط بتاع العضلات. طيب العضله دي بتنقبض لما بيوصل لها ايه من الجهاز العصبي؟ لما بيوصل لها سيال عصبي. تمام. طيب السيال العصبي يوصل للعضله يقول لها يا عضله انا عاوز اعمل حركه، فتقول له حاضر انا عامل عمليه انقباض وعمليه انبساط. تمام. طيب العضله دي لما تنقبض مالها؟ هتسحب معاها العظام بقى ماسكه فيه، تقول له يا عظام اتحرك معايا، يا عظام اتحرك معايا، فيقوم راح ايه متحرك. طيب لازم الثلاث اجهزه، الجهاز العصبي يبدا تاني حاجة يدي إشارة للجهاز العضلي، بعد كده يدي إشارة للجهاز الهيكلي. ممكن ان احنا نخلص عملية الانقباض والانبساط في 3 مراحل، اللي هي الراحة لما تكون العضلة قاعدة مكانها كده ويجي لها الأمر يا عضلة، تقول له نعم قوم اتحركي، فتقول له حاضر هات لي سيال عصبي، فيقوم راح لها سيال عصبي، تقول له خلاص انا هعمل عمليه انقباض. فبنسميها بقى مرحله الاثاره. اول حاجه وهي مرتاحه كده خلاص ديت مرحله الراحه، بدات اللي هي تتحرك فتبقى بكل بساطه مرحله الاثاره. طيب انا عاوز ارجع اقعد بقى اعمل عمليه انبساط، فتبقى بكل بساطه مرحله العوده الى الراحه. طيب مرحله الراحه ديت يا شباب بنسميها مرحله الاستقطاب. طب ليه يا مستر بسميها مرحله الاستقطاب؟ عشان سطح الغشاء فيها الخارجي بيكون موجب والداخلي بيكون سالب. طيب لما بتيجي تتحرك بتحول لي الاشارتين دول، بتخلي السالب بره وبتخلي الموجب جوه، فدوت بسميها الاستقطاب. طيب انا عاوز اعود للراحه، فاعمل ايه؟ اطلع الموجب بره واخلي السالب جوه. طيب تعالوا بقى نعرف يعني ايه سلب ويعني ايه موجب، وازاي هتعود وازاي هتعود للراحه وازاي هتعمل اثاره والكلام ده كله. قال لي والله لما تكون العضله مرتاحه وما فيهاش حركه بقى وعاوزه تعمل ايه؟ عاوزه تعمل عمليه انقباض، فيقوم رايح الجهاز العصبي يا عضله نعم، تقول له انت يقول لها انت معاكي سيال عصب اهو، شوف هتعمل ايه؟ هتقول له بس ده انا عندي سطح الغشاء بتاعي الخارجي موجب والداخلي سالب، انا هنا اعمل لك شويه ايونات واختلف لك شويه ايونات من اللي بره للي جوه وانشئ لك فرق جهد، والفرق الجهد ده هوتي انشئه على جانبي الغشاء. تمام. وبسمي المرحله دي بايه؟ بالاستقطاب. ليه؟ لان ما فيهاش حركه. طيب انا اخدت السيال العصبي منه، ابدا اخش على مرحله الاثاره واقول له بس تعالى لي هنا، ده انا عاوز اخلي بقى الموجب اللي بره في الغشاء الخارجي بتاعي ده عاوز ادخله جوه وعاوز اطلع السالب لبره. اعمل ايه؟ قال لي والله اول حاجه السيالات العصبيه هتوصل منين يا مستر؟ من المخ او الحبل الشوكي. تمام. طيب واحنا عارفين ان المخ هيطلع لي الحبل الشوكي عن طريق ايه في الجمجمه؟ عن طريق الثقب الكبير. طيب الحبل الشوكي ده يمر عن طريق ايه؟ عن طريق القناه العصبيه في فقرات العمود الفقري. تمام. طيب بعد كده يمر الاعصاب الحركيه دي لمنطقه بسميها منطقه التشابك العصبي العضلي. منطقه التشابك العصبي العضلي دي يا شباب يعني جبت نهايه العضلات
وديت اللي ان شاء الله هندرسها في الوحدات الحركيه. جبت نهايه العضله وجبت نهايه العصب وربطتهم ببعض، فسميتها عمليه التشابك العصبي العضلي. يعني جبت الاعصاب من النهايه وجبت العضله من النهايه، نهايه التركيب بتاعها، قمت رايح رابطهم ببعض، فهيبدا ينشا منها الحركه. طيب وبعد كده قال لي يا مستر بعد ما السيالات العصبيه ديت توصل لي في منطقه التشابك العصبي العضلي، قال لي والله هتدخل ايونات الكالسيوم. مالها بقى ايونات الكالسيوم دي؟ قال لي والله هتخش لحد النهايه، نهايه الاعصاب، وتقوم راح قايل لي انا هفجر لك الحويصلات كلها اللي موجود فيها مواد كيميائيه. المواد الكيميائيه ديت يا شباب انا هسميها بالنواقل العصبيه، تمام. وزي مثلا ماده الاسيتيل ديت اسيتيل كولين يقوم رايح لي في النهايات العصبيه في الفراغ بتاعها، ويبدا يحس لي غشاء الليفه العضليه لحد لما يوصل للسطح بتاع الليفه العضليه اللي هي ايه الاراديه، اللي انا اعمل بقى عمليه ايه انقباض. فيقوم راح فرق الجهد يتلاشى، لما فرق الجهد يتلاشى بكل بساطه حاله الاستقطاب. خلاص انا كده اثبتت حاله الاستقطاب، اللي انا ادخل الموجب بقى جوه واطلع السالب بره بفعل ايه يا شباب؟ بفعل الاسيتيل كولين. طيب زياده نفاذيه غشاء لما انا اعمل فرق جهد ايه اللي هيحصل عشان ابدل بقى الاشارات دي؟ انا هجيب ايونات الصوديوم. ايونات الصوديوم ديت بكل بساطه يا شباب هتقوم راح عامله لي ايه؟ غشاء الخليه هيقوم رايح منقبض، فيقوم رايح عامل لي عمليه تبديل. ايونات الصوديوم تقوم رايح عامله لي عمليه تبديل ليهم، مدخله الموجب جوه الخليه ومطلعه لي السالب بره، وبكده يعمل عمليه انقباض للعضله. تاني انا حاسس ان انت متدربك قوي ليه؟ افهمها واحده تاني. اول حاجه يا شباب انا بجيب السيالات العصبيه دي، هحكيها لك كانها حدوته. انا جبت السيالات العصبيه دي اقول لها يا سيالات عصبيه انا عاوزك كده توصلي وتعملي عمليه انقباض ببساطه، فهلاقي الاول حاجه العضله في حاله الراحه، فانا لما الاقيها في حاله الراحه هلاقي سطح الغشاء بتاعها بالموجب ومن جوه بالسالب، تمام. طيب السطح الداخلي بتاعها ماله سالب والسطح الخارجي موجب. يقول لي هنا الاختلاف في الشحنات بيدل على اختلاف في تركيز الايونات بره وجوه الخليه، يعني الايونات هنا مختلفه، تمام. قال لي والله بينشأ فرق جهد على جانبي الخليه، وبسمي الحاله ديت بالاستقطاب. حالة الاستقطاب اللي الغشاء الخارجي بالموجب والغشاء الداخلي بالسالب. قال لي والله السيالات العصبية عاوزة بقى توصل عشان تعمل لي عملية انقباض، فهيحصل ايه؟ قلت له والله انا هعمل دلوقتي حالة الإثارة اللي انا عامل عملية الانقباض. طب ازاي؟ قلت له انا هطلب منك اللي انت تجيب لي السيال العصبي، فجاب لي السيال العصبي. قال لي والله السيال العصبي دوت جاي لي من مكانين مهمين جدا، هما ايه؟ هما المخ والحبل الشوكي. طيب المخ ده موجود فين يا مستر؟ مستقر في التجويف بتاع الجمجمه. طيب هيمتد من خلال الحبل الشوكي وهيمر من خلال الثقب الكبير اللي موجود في الجمجمه. طيب الحبل الشوكي ده هينزل فين؟ هينزل في القناه العصبيه بتاعت ايه يا شباب؟ بتاعت العمود الفقري. طيب لما السيال العصبي يجي من المخ والحبل الشوكي ايه اللي هيحصل؟ قال لي والله الاعصاب الحركيه تبدا تروح لحد التشابك اللي هيربط ما بين العضله وما بين العصبه اللي هو نهايه الاعصاب. خلاص بقى نهايه اخر حاجه في الاعصاب ونهايه اخر حاجه في التركيب العضلي، الاثنين يتربطوا مع بعض ويتسمى هنا بالتشابك العصبي العضلي، تمام. طيب هنا بقى هندخل ايونات الكالسيوم. اول حاجه ايونات الكالسيوم دي يا شباب هتدخل تعمل لي ايه؟ هتسبح لحد للنهايه العصبيه. تقول له بس تعالى لي، ده انا هنا هفجر الحويصلات واطلع ماده كيميائيه بسميها بالنواقل العصبيه، بسميها ماده الاسيتيل كولين. ماده الاسيتيل كولين دي تسكت؟ قال لي لا، ده هتقعد شغاله لحد ما توصل للنهايه العصبيه والنهايه العضليه، وتقوم رايحه بكل بساطه وتقوم رايحه عامله لي ايه؟ توصل لحد الليفه العضليه، تقوم رايحه عامله لي تلاشي في فرق الجهد. تعمل لي تلاشي ليه بقى؟ لانها بكل بساطه زادت نفاذيه الغشاء على الصوديوم، فتدخل لي الصوديوم، فالصوديوم هنا بيخليه بكل
بساطه حاله الغشاء مش مستقره، حاله الغشاء في حاله الاستقطاب اللي هو هيطلع لي السالب من جوه يخليه لي في الغشاء الخارجي ويدخل لي الموجب للغشاء الداخلي. وهنا بقى بسميها بكل بساطه بسميها حاله الاستقطاب. طيب يا مستر انا بعد ما عملت عمليه الانقباض انا عاوز ارجع تاني لمنطقه الراحه، عاوز اخليها منبسطه تاني. اقول لك والله بعد جزء من الثانيه، كل ده بيحصل في جزء من الثانيه كده، في ثانيه. بعد جزء من الثانيه فرق الجهد هيعود تاني لغشاء الليفه العضليه او الخليه العضليه لوضعه الطبيعي اللي هو الاستقطاب. يعني انا هطلع تاني الموجب بره وادخل السالب جوه. طيب دوت بفضل مين بقى يا مستر؟ بفضل انزيم الكولينستريز. الكولينستريز هنا الكولينستريز اللي هو هيعمل لي على تحطيم ماده الاسيتيل كولين ويحولها لي لكولين وحمض خليجي عشان يعيد الليفه العضليه من تاني عشان تستقبل مؤثر جديد وتستقبل سيال عصبي جديد، وبكل بساطه تعمل لي عمليه انقباض وانبساط من اول وجديد. طيب يبقى بكل بساطه يا شباب انا عندي نواتي شكلين بيدلوا على ايه يا شباب؟ عن الليفه العضليه او بكل بساطه الخليه العضليه. عندي بكل بساطه خيوط الاكتين اللي هي الرفيعه، وعندي خيوط الميوسين اللي هي السميكه، وعندي كمان المنطقه اللي هتقسمهم اللي هي المنطقه اتش، وعندي المنطقه A اللي هي الداكنه، وعندي هنا المنطقه المضيئه، وعندي هنا خط زد، وعندي هنا منطقه مضيئه والخط زد. المنطقه المضيئه يعني بتحتوي على خيوط الاكتين بس اللي هي الرفيعه، المنطقه الداكنه اللي هي بكل بساطه هتحتوي على اكتين وميوسين، المنطقه شبه المضيئه اللي هي تقسم لي الميوسين. تمام. القطعه العضليه اللي هما بين كل خطين من الزد. تمام كده؟ تمام. كل لما تلاقي خيوط الاكتين بعيد عن بعضها فديت بتدل على حاله انبساط العضله. طب قريبه يا مستر من بعضها فديت بتدل على انقباض العضله. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب انا عشان ارجع حاله الانقباض دي لحاله الانبساط انا محتاج ايه يا شباب؟ محتاج انزيم الكولينستريز. الكولينستريز هيكسر لي الاسيتيل كولين لكولين وحمض خليج. طيب يا مستر الاسيتيل كولين ده هيعمل ايه؟ هيسمح بنفاذ هيخلي الغشاء دوتي يعمل لي ايه؟ يعمل لي الصوديوم. طيب اهو بكل بساطه اهوتي هيتلاشى فرق الجهد عشان هنزود نفاذيه الغشاء بتاع الليفه لايونات الصوديوم. ندخل الصوديوم فيبقى بكل بساطه سحبنا الموجب من بره دخلناه جوه وطلعنا السالب، فسمينا هنا الحاله الاستقطاب في ايه؟ حاله الاثاره. طيب حاله الاستقطاب في حاله الراحه والعوده من الراحه، حاله الاستقطاب في حاله الاثاره. تمام. طيب بعد كده يا شباب هنفهم بقى باذن الرحمن المحاضره الجايه في آلية انقباض العضلة، وديت بإذن الرحمن اللي هننتقل المحاضرة الجاية آلية انقباض العضلة، ونعرف بقى فيها نظرية هيكستلي والقصور بتاعته بإذن الرحمن المحاضرة الجاية. بتنساش تصلي على النبي وتصلي على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني زود كده من الصلاة على النبي، بالصلاة على النبي يعني بتفك الكروب. ومتنساش تلاقي دعوة حلوة، ولو عجبك الفيديو مشاركة بقى، ويعني شوية الحبشكنات دول، مشاركة، شوية الحاجات دول، وربنا يوفقكم ويعينكم. وتعليقك مستناه طبعا. ومتنساش اللي فيه تحت الفيديو الامتحان، وكمان عندنا وكمان جروب الواتس اللي تقدر من خلاله تخش الجروب وهو مجانا. تمام. على الفصل الاول. وربنا يعينك ويوفقك، واستنانا ان شاء الله الحصه الجايه لينا على اليوتيوب يوم الجمعه ويوم الثلاث. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.